السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله دلوقتي هنكمل بارت 2 من هوم ورك سيشن 5. نبدأ كده بسم الله. بيقول لي في السؤال الأول electromotive force of الباتري اللي هي الاي ام اف يعني بتاعت البطارية اللي هي الفي بي. تمام. بيقول لي which connected with only one resistance. يبقى أنا عندي بطارية اتوصلت مع resistance، تمام، و بار، تمام، وادي دي في باتري. ماشي. can be defined with formula of. طيب توصلوا مع بعض بالمنظر ده كده نقدر نجيب هو عايز ايه. قلنا الفي باتري بتاعته. طيب ممكن نجيبها ازاي؟ طبعا البطاريه دي بيبقى ليها ايه؟ internal resistance زي ما عرفنا، صح؟ طيب ايه الرول اللي كانت بتحكمني هنا؟ ان الاي ايكوال في باتري اوفر الار ايكويفالنت. مفيش غير الار بس اللي معايا، يبقى ار بلس ار سمول. تمام. انا عايز اجيب الفي باتري، يبقى كروس مالتيبليكيشن. يبقى في باتري ايكوال ايه؟ الاي ده هيخش ايه؟ يتوزع على الاثنين، يبقى اي في ار بلس اي ار سمول، اللي هي الاجابه دي. السؤال اللي بعده بيقول لي in the opposite circuit the internal resistance can be calculated from the relation. طيب بصوا يا شباب، انا عندي هنا بطاريه متوصله مع ريزيستنس، والبطاريه عليها فولتميتر بين الطرفين بتوعها. طيب قلنا قبل كده مادام فولتميتر متوصل على بطاريه، والبطاريه دي ليها internal resistance والسيركت مقفوله. طب ليه مقفوله؟ ليه باكد الحته المقفوله دي؟ عشان بتاكد ان في كرنت ماشي في السيركت. كنت بقول ساعتها ان في باتري الفي ايكوال في باتري ماينس اي ار سمول، صح كده؟ وقلت لك برضو ساعتها ان انا ممكن اجيب قرايه الفولتمتر دي من سكه ثانيه اهي. الفولتميتر ده هيبقى ليه نفس قرايه الفولتميتر ده، لان هو متوصل ما بين نفس التو بوينت، تمام. وبالتالي بس الفولتميتر ده ممكن امشي في المسار ده عشان هو يعني هو واخد المسار ده، لكن ده واخد المسار ده. طب المسار ده عباره عن ايه؟ اي في ار الار كابيتال دي، صح؟ يبقى الفي برضو بيساوي ايه؟ اي ار. ده كده اتنين رول لقرايه الفولتميتر. طيب هو عايز ايه اصلا؟ هو عايز الار سمول. طيب الار سمول دي مش انا ممكن اودي دي كده واجيب دي كده مكانها، يبقى اي ار سمول ايكوال في باتري ماينس ايه؟ ماينس الفي. انا عايز اجيب الار سمول، يبقى اعمل ديفايد على ايه؟ الاي، يبقى ار ايكوال في باتري ماينس الفي اوفر الار اوفر الاي. تمام كده؟ طيب اجي ابص في التشويسز، مفيش اي حاجه من دول تنفع. طب هل في اي في التشويسز؟ لا. يبقى هو اكيد شال الاي وعوض بحاجه بتساويها. طب اروح ادور في القوانين اللي معايا، الاي بيساوي ايه؟ ممكن اجيبه من هنا، صح؟ يبقى الاي ايكوال في اوفر الار. هشيل الاي واقعد بالكلام ده، يبقى في باتري ماينس الفي اوفر الفي اوفر الار. قلنا قبل كده تحت اللي تحت بيطلع فوق، فتبقى عباره عن في باتري ماينس الفي اوفر الفي، ونطلع الار دي فوق. تمام. تحت اللي تحت ده الفي ده ماله؟ تحت، صح؟ الار بقى تحتيه، تحت اللي تحت بيطلع فوق. يعني لو عندي مثلا 2 اوفر 5 اوفر 7، ال 7 دي بتطلع فوق، تبقى 2 اوفر 5 تايمز ال 7، وجربها على الكالكوليتر. طيب بس فطلعت معايا كده في الاخر. اروح ابص في الاختيارات، في ماينس في باتري ماينس الفي او تايمز الار اوفر الفي، اللي هي ايه؟ اللي هي دي. طيب خش على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 3 بيقول لي ايه؟ بيقول لي السيركت دي is used to measure the value of the resistance R. تمام. the internal resistance بتاعت البطاريه. يبقى انا عندي هنا
في ار سمول وبتساوي 1 اوم. ماشي. when the meter x و y is in their correct position بتاعهم، يعني بيقول لك عندي هنا جهاز اسمه x وجهاز تاني اسمه y، والجهازين دول متوصلين توصيل صحيح. طيب x متوصله ايه؟ سيريز. ايه الجهاز اللي خدناه لحد دلوقتي متوصل سيريز؟ الاميتر، يبقى x دي اميتر. طيب بالنسبه ل y متوصله باريل مع الار، ايه الجهاز اللي خدناه لحد دلوقتي بيتوصل باريل مع ريزيستنس؟ الفولتميتر. صح كده؟ طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الريدنج بتاعت الاميتر كانت 3 وريدنج الفولتميتر 6. عرفت منين؟ ان هو قال لي ريسبكتيفلي بالترتيب بتاعهم. يعني هو قال لك اكس الاول، يبقى اكس هي اللي قرت 3. اكس مين؟ اللي هي الاميتر، يبقى الاميتر قرا 3. يبقى كده الاميتر قرا 3، ادي الاي بتاع اللي ماشي. الاميتر لما قرا لقى 3، يبقى الاي بكام؟ ب 3 امبير. طيب والفولتميتر قرا كام؟ قرا 6 فولت. طب هو الفولتميتر ده متوصل على ايه؟ على ريزيستنس ار، يعني بيقرا اي في ار، صح كده؟ طيب الار قلنا بكام؟ ب 3. طب والار؟ الار معرفهاش. الكلام ده ايكوال ايه؟ ايكوال قرايه الفولتميتر اللي كانت بكام؟ اللي كانت ب 6 فولت. يبقى كده الار هتساوي ايه؟ 6 اوفر 3 تطلع 2 اوم. هو كان عايز يعرف هي بكام؟ هي ب 2 اوم. طب عايز كمان الاي ام اف بتاعت البطاريه. الاي ام اف بتاعت البطاريه قلنا اللي هي ايه؟ الفي باتري يعني. طيب مش انا معايا الاي؟ طب ما هو الاي ده بيساوي ايه؟ في باتري اوفر الار ايكويفالنت بلس الار سمول. الار ايكويفالنت هنا عباره عن ايه؟ 4 وار، وانا بحسب الار ايكويفالنت اكني مش شايف الفولتميتر، يبقى 4 بلس ار. طيب الار سمول ب 1، يبقى الكلام ده ممكن نقول عباره عن ايه؟ في باتري اوفر 5 بلس الار، صح كده؟ طب ما هو الاي ده بكام قلنا؟ ب 3، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 3. والار حسبناها كانت بكام؟ ب 2، يبقى ممكن نشيلها ونحط 2. 2 و5 7، 7 في 3 يطلع كام؟ 21. يبقى 21 و2 اللي هي سي. السؤال اللي بعده بيقول لي في السؤال ده لو قرايه الفولتميتر 18 فولت، الفولتميتر ده قاري 18 فولت. تمام. الكلام ده لما السويتش كان اوبن، عندي سويتش يبقى هقسم الصفحه نصين. اسئله السويتشات بنحلها مرتين، مره قبل ومره بعد. قبل لما كان اوبن، بعد لما قفلوا. هو حتى في الرسمه مورولك مفتوح، دي الحاله الاولانيه لما كان اوبن. طيب قال لك ان الفولتميتر في حاله ان هو اوبن كان قاري كام؟ 18 فولت. طب وفي حاله ان هو كلوزد قرا كام؟ 15 فولت. سمي ده 1 ده 2. ماشي. عايز ايه بقى؟ عايز الانترنال ريزيستنس بتاعت البطاريه، عايز الار سمول. هو قايل لك ان هنا مش بزيرو، يعني هي ليها قيمه. طب عايز احسبها ازاي؟ استفاد بالجيفنز اللي معايا. هو الفولتميتر ده متوصل على ايه؟ على بطاريه، والبطاريه دي ليها انترنال ريزيستنس والسيركت مفتوحه. يعني الاي بتكلم في حاله الاوبن، السيركت مالها مفتوحه، يعني الاي هنا بكام؟ بزيرو. يبقى كده الفي في الحاله دي هيبقى بيساوي ايه؟ في باتري. قلت لك قبل كده ان انا لو عندي بطاريه متوصل عليها فولتميتر والسيركت مفتوحه، يبقى الفولتميتر ده هيقرا ايه؟ ماشي، بطاريه وليها انترنال ريزيستنس، بس السويتش مفتوح، يبقى الفولتميتر هيقرا ايه؟ هيقرا في باتري. طب نفس البطاريه وصلت عليها فولتميتر، والبطاريه دي ليها برضو internal resistance، بس المره دي السويتش كان مقفول، يبقى هيقرا ايه؟ يبقى الفي في الحاله دي هيساوي في بي ماينس اي ار، صح كده؟ طيب
يبقى هنا الفي 1 اللي هو بيساوي الفي باتري كان في الحاله دي بيساوي كام؟ 18. يبقى الفي باتري بكام؟ ب 18 فولت. طب لما قفل الفي بقى بيساوي ايه قلنا في الحاله دي؟ قفل السويتش يبقى فولتميتر متوصل على بطاريه والسويتش مقفول، فولتميتر متوصل على بطاريه والسويتش مقفول، يبقى هيقرا ايه؟ في باتري ماينس اي ار. يبقى في باتري ماينس اي ار. تمام؟ الفي باتري بكام؟ ب 18. الكلام ده بيساوي كام؟ 15. طيب الار ما اعرفهاش. طب الاي، هل انا اقدر احسب الاي؟ اقدر احسبه عشان اخدت رول للاي قبل كده بتقول ان هو في بي اوفر الار ايكويفالنت بلس ار سمول. الفي بكام؟ 18. الار ايكويفالنت بكام؟ مفيش غيرها 5. طب والار سمول ما اعرفهاش. بصوا بقى يا شباب، دلوقتي انا معايا دي ايكويشن ودي ايكويشن ثانيه، صح كده؟ طيب معايا تو ايكويشنز في تو انونز. لو عندي التو ايكويشنز في تو انونز دولت بالمنظر ده كده، اكس مثلا بلس واي ايكوال 5، وعندي مثلا 2 اكس بلس 3 واي ايكوال 7 مثلا، دول ينفع يتحلوا على الاله. لو التو ايكويشنز بالمنظر دول كده ينفع احلهم على ايه؟ على الكالكوليتر. لكن ما دام عندي اي ار كده، يعني لو عندي مثلا معادله في الاثنين دول كانت بالمنظر ده كده اكس واي بلس 5 ايكوال 2، كده مش ينفع احلها على الكالكوليتر، كده لازم احلها بايدي عشان مش بتتحل على الكالكوليتر. طيب انا ليه بقول كده؟ عشان الكالكوليتر اسرع بكتير من ايدك واضمن. اسرع واضمن. انت ممكن تحلهم غلط. انت اصلا في الماس يعني معظم الناس عندكم فيها مشاكل، فبالتالي الكالكوليتر دايما حل امن ليك، بس الشكل ده مش ينفع يتحل على الكالكوليتر. فلازم ايه؟ لازم نبقى ناس بنعرف نحل الماس كويس وفي نفس الوقت بنعرف نتعامل مع الكالكوليتر كويس. طب تعالى كده نحلهم بايدينا. انا عايز ايه؟ معايا تو ايكويشنز دولت. لما تلاقي عندك التو انونز مضروبين في بعض المنظر ده كده، حاجه تايمز حاجه، هات حاجه ان ترمز اوف حاجه وعوض بيها. يعني هات الاي مثلا كداله في الار او ان ترمز اوف الار، او هات الار ان ترمز اوف الاي وارجع عوض بيها هنا. تعال ننفذ الكلام ده. يبقى انا عايز اجيب ايه؟ تعال مثلا نجيب الاي مثلا من هنا. هعمل ايه؟ هقعد ده كده واجيب ده كده. يبقى الاي ار سمول ايكوال 18 ماينس 15 تطلع 3. هات الاي، يبقى الاي ايكوال ايه؟ 3 اوفر الار. ارجع خدها وعوض بيها هنا. تمام؟ يبقى 3 اوفر الار ايكوال 18 اوفر 5 بلس ار سمول. حط دي بقى على الكالكوليتر، حلها شيفت سولف. تمام؟ او عايز تحلها بايدك 18 ار كروس مالتيبليكيشن، يبقى 18 ار ايكوال 15 بلس 3 ار، يبقى الار بكام؟ ب 1. هتجيب دي كده يبقى 15 ار ايكوال 15، تطلع الار بكام؟ ب 1. جبت الار ب 1، خلاص هو اصلا كان عايز الاي، كان عايز الار سمول ب 1. خش على السؤال اللي بعده. طيب السؤال ده تقريبا نفس الفكره. هو بيقول لك ايه؟ انا عندي السيل دي انون، معرفش هي بكام. تمام؟ ماشي. السيل دي وصلناها مره مع ار1، فالكرنت اللي كان ماشي في السيركت نص امبير، ووصلناها مره ثانيه او بدلنا الار 1 دي او وصلناها مره ثانيه بار 2، فمشي بوينت 3 امبير. طيب عايزين نحسب الايه بقى؟ عايزين نحسب الفي باتري دي. هنعمل تو ايكويشنز في تو انون برضه، بس لاحظ الفرق. يعني انا هنا ممكن اعمل ايه؟ مش ممكن اقول ان انا عندي هنا الاي ايكوال في باتري اوفر الار ايكويفالنت
بلس ار سمول، صح كده؟ تمام. يبقى انا ممكن اعمل كروس مالتيبليكيشن واقول الفي باتري ايكوال اي ار ايكويفالنت بلس ار سمول، صح كده؟ تمام. طيب ماشي، ممكن نعمل ايه بعد كده؟ ننفذ الكلام ده مره على السيركت دي ومره على السيركت دي. في السيركت دي الفي باتري ايكوال الاي ده بكام؟ هروح احسب، او انا الاي هو مديهولي اصلا بنص امبير. جميل. الار ايكويفالنت مفيش غير بس كام؟ 5 بلس الار سمول معرفهاش، ادي ايكويشن. طيب ايكويشن تانية هننفذ نفس الكلام ده هنا، يبقى الفي بي ايكوال الاي هنا بكام؟ 0.3، الار ايكويفالنت بكام؟ 9 بلس الار سمول معرفهاش. دي ينفع اوصل التو ايكويشنز دولت للمنظر ده؟ اقدر عادي. ازاي؟ هتدخل الهاف ده جوه، يبقى الفي باتري ايكوال 2.5 بلس نص ار. طيب هنا هنعمل نفس القصه 0.3 تايمز ال 9 يبقى تقريبا دي 2.7 يعني. ماشي، ممكن تشيلها. اتنين وسبعة من عشرة بلس 0.3 ار. تمام. قدرت ان انا اوصل المنظر ده للمنظر اللي انا ايه اقدر احله على الكالكوليتر في الحاله دي بقى. بس الاول دخل اي فاريبل جوه، يعني لازم الفي بي دي تبقى جوه الكالكوليتر. هو حافظ الشكل ده اكس زائد واي او اكس ناقص واي، يعني ممكن دي تبقى ماينس او بلس عادي، لكن ما ينفعش ده في سايد وده في سايد تاني. يبقى دخل دي جوه وهات دي كده. يبقى انا عندي ايه 0.5 ار زي ما هي، ادخل دي جوه يبقى ايه نيجاتيف في بي، وتجيب دي كده نيجاتيف 2.5. طب تعالى هنا نعمل نفس القصه، نيجاتيف 2.7 ايكوال نيجاتيف في بي بلس 0.3 ار. نكتبهم ازاي بقى على الكالكوليتر؟ نفتح مود ايكويشن اللي هي رقم 5 وبعد كده رقم 1. طيب هيظهر لك A B C. ايه ال A وايه ال B وايه ال C؟ ال A ده اللي هو الكوفيشنت بتاع اول فاريبل اللي هو ايه؟ اللي هو نيجاتيف 1. يبقى تحط نيجاتيف 1. طيب مين ال B؟ الكوفيشنت بتاع تاني فاريبل اللي هو هاف. طب مين ال C؟ الكوفيشنت اللي هنا او الرقم اللي هنا من الاخر اللي هو في السايد التاني كام؟ نيجاتيف 2.5. هتحط نفس الكلام هنا نيجاتيف 1 و 0.3 ونيجاتيف 2.7 وتدوس كالك او تدوس ايكوال. هيطلع عندك اكس ده اللي هو ايه؟ انت حطيت مين اول رقم اللي جنب الفي بي، يبقى ده بتاع ايه؟ الفي بي اللي بدات بيه هو ده الرقم الايه؟ الاولاني. يبقى كده الفي بي بكام؟ ب 3. طب والار سمول ب 1. ار سمول هي تاني رقم. هو مين او عايز مين اصلا؟ هو عايز الفي بي. خلاص يبقى الاجابه بي. تعالى كده ثانيه، الشاشه معلقه. علقها مالها؟ مفيش اي حاجه معلقه خالص. تمام ماشي.
طيب قلنا الاجابه تبقى بي اللي هي 3 فولت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي السيركت اللي هي مرسومه قدامك دي قرايه الاميتر فيها ب 2 امبير. لما السويتش اتقفل بقت 2.8. قلنا اسئله السويتشات بنحلها مرتين، مره قبل ومره بعد. قبل كان لسه السويتش مش مقفول، تمام، يبقى كان اوبند، صح كده؟ طيب دي المره اللي هو اللي قبل كان اوبند، كان ساعتها قريت الاميتر كام؟ ب 2 امبير. يبقى الاميتر كان قاري 2 امبير اميتر، تمام. الاميتر بيقرا ايه اصلا؟ الاميتر بيقرا الاي اللي ماشي كده، صح، اللي هو الاي توتال. يبقى ممكن نقول ان ده الاي في الحاله الاولى ب 2 امبير. طيب في الحاله الثانيه لما كان كلوزد قرا كام؟ 2.8. يبقى الاي في الحاله دي سميه اي 2، هيبقى 2.8 امبير. طيب ماشي، هو عايز ايه بقى؟ عايز الاي ام اف وعايز الانترنال ريزيستنس. نفس القصه، هتعمل 2 equations في 2 unknown. الاي بيساوي ايه؟ مش هنا بطاريه وليها internal resistance، يبقى في باتري اوفر ار equivalent على بلس ار سمول. طب الفي باتري معرفهاش، تنزل. طيب الاي ب 2، الار equivalent. في الحاله دي السويتش ده مفتوح. يعني ايه مفتوح؟ يعني البرانش ده اكنه مش موجود. تبقى شايف ايه؟ 6 مع 6 ايه؟ سيريز، يبقى كام؟ 12 بلس الار سمول معرفهاش، تمام. عايزين نعمل نفس الكلام ده هنا. الاي هنا بكام؟ 2.8 ايكوال ايه؟ في باتري اوفر ار ايكوفالنت بلس ار سمول. ماشي، الفي باتري معرفهاش. الار ايكوفالنت في حاله ان هو مقفول، ده مقفول كده. انا شايف ايه؟ شايف ال 3 مع ال 6 كام؟ دول كده ايه؟ باريل، صح؟ يطلع كام؟ يطلع 2. ال 2 مع ال 6 كام؟ سيريز، صح؟ يبقى كام؟ يبقى 8. دي كده الار ايكوفالنت بلس الار سمول معرفهاش. نفس الفكره، عايز اظبط التو ايكويشنز دولت علشان احلهم على الكالكوليتر. ممكن اعمل ايه؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى الفي باتري ايكوال 2 تايمز 12 تبقى 24، تمام، بلس 2 ار. دي الايكويشن الاولانيه. لسه برضو ما اتظبطتش، محتاجين ان احنا ايه؟ ندخل دي جوه ونجيب الرقم ده كده، صح؟ زي ما قلنا لازم التو انون بتوعي يبقوا في سايد واحد والرقم يبقى في سايد التاني، تمام. يبقى انا عندي هنا نيجاتيف في باتري بلس 2 ار ايكوال 24. طيب دي كده الايكويشن الاولانيه ظبطناها. هنعمل نفس الكلام ده هنا، كروس مالتيبليكيشن، يبقى الفي باتري ايكوال 2.8 تايمز ال 8 تطلع، وهنا 2.8 ار. دخل دي كده ونجيب دي كده مكانها. يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 22.4 ايكوال نيجاتيف في بي بلس 2.8 ار. ظبطناها على الشكل، نحط التو ايكويشنز ونحلهم على الكالكوليتر زي ما عرفنا، تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي عندي بطاريه. ركز في السؤال ده عشان انتوا عندكم مشاكل في الاسئله اللي هي بتبقى كلها وصف وكلام بس. بيقول لك بطاريه اتوصلت مع ريزيستور بار. يبقى انا عندي بطاريه اتوصلت مع ايه؟ مع ريزيستنس بار. طيب ادي ريزيستنس اهي، وبعدين بيقول لي الكرنت انتنسيتي كان اسمه اي. الكارت اللي كان ماشي في السيركت دي كان باي، تمام. ادي السيركت بتاعتي. طيب لما وصل بيقول لي when another
ريزيستنس هاف ار اتوصلت مع الفيرست ريزيستنس. مين الفيرست ريزيستنس اللي هي دي؟ وصلنا معاها هاف ار. طب وصلناها سيريز ولا باريل؟ ما قاليش. تمام. هو بيقول لي ساعتها الكرنت بقى الدبل، لكن ما قاليش سيريز ولا باريل. عايز يعرف ايه؟ الانترنال ريزيستنس و هو عايزها ان ترمز اوف الار. طيب السؤال ده حلو قوي. دي الحاله الاولانيه كان ماشي عندي اي صح كده؟ طب الحاله الثانيه ادي نفس البطاريه وصلناها مع الار، ووصلنا مع الار دي هاف ار. طب وصلناها سيريز ولا باريل بقى؟ هعرف ازاي؟ يا اخي بص، بيقول لك الكرنت بقى الدبل. هو انا دلوقتي لما اوصل، بس انا فكرت دي تعالى لما دلوقتي اوصل تو ريزيستنس مع البطاريه بالمنظر ده كده، انا مش عارف هما سيريز ولا باريل. طيب وادي نفس البطاريه ووصلتهم اهو بالمنظر ده كده، مره وصلتهم سيريز ومره باريل. لما يبقى مثلا 6 و3 مثلا، وهنا برضو 6 و3، هو قال لك ان الاي بتاعك بقى الدبل، الاي اللي ماشي بقى الدبل، يعني الاي زاد. طب عشان الاي يزيد يبقى الار ايكويفالنت لازم تكون قلت. طب مين ايه التوصيله اللي في الاثنين دول اللي تخلي الار ايكويفالنت تقل؟ الباراليل. دايما الباراليل بتخلي الار ايكويفالنت تقل. يعني 6 و3 مثلا هيطلع 2 صح؟ طيب ال 6 وال 3 دول لو هما سيريز هيبقوا 9. فبص كده ال 2 شايف الرقم ده اصغر من اصغر ريزيستنس. دايما في الباراليل الرقم اللي بيطلع بيبقى اقل من اقل ريزيستنس فيهم، يعني دي 3 اقل واحده اقل منها كمان. فدايما التوصيله الباراليل ببقى عايز الهدف بتاعي فيها ان انا اقلل ايه؟ الريزيستنس. اما السيريز ببقى بزود. طب انا المفروض الار ايكوفالنت قلت عشان الاي ده يزيد، يبقى كده انا وصلتهم ايه؟ وصلتهم باراليل. تمام؟ طيب انا بالنسبه لي كنت تروح للدكتور ما اعرفش كان معايا بس فين؟ ده بجد يعني. نكمل السؤال. ماشي. فاحنا عرفنا ان هم توصلوا باراليل، ادي البطاريه وادي ريزيستنس اهي، ووصلناهم باراليل بقى ار وهاف ار، هاف ار، وادي البطاريه بتاعتي. تمام. عايز يعرف ايه؟ البطاريه دي ليها في باتري وليها ار، ودي في باتري ار. طب تعال نحسب، تعال نشوف الاي ده عباره عن ايه في الحاله دي. مثلا هو عباره عن ايه؟ في باتري اوفر ار بلس ار سمول صح كده؟ طيب في الحاله دي ده الاي بتاعي صح كده؟ محتاج اعرف ايه عشان احسب الاي؟ الار ايكويفالنت ار مع هاف ار. قلت لك ما دام ار وار كانك مش شايف الار، كانك بتقول واحد مع نص. واحد مع نص بارل اهي. تمام كده؟ تطلع معاك تقريبا بتلت، ورجع الار بعديها متنساهاش. طيب بعدين ده كده الار ايكويفالنت. عايز احسب الايه؟ الاي. الاي عباره عن ايه؟ في باتري اوفر الار ايكويفالنت بكام؟ تلت الار بلس الار سمول. انا عايز اجيب الار سمول ان ترمز اوف ايه؟ الار. طيب انا عندي تو ايكويشنز وكلهم انونز، بس انا عايز في الاخر اطلع بايكويشن فيها ار سمول وار كابيتال صح كده؟ لان هو عايز الار سمول ان ترمز اوف الار، يبقى عايز ايكويشن واحده يكون فيها ار سمول وفيها ار كابيتال. اعملها ازاي؟ اخلص من الباقي. انت عايز ايكويشن يكون فيها ده وده، اخلص من دول. طب اخلص من دول ازاي؟ مش انت عندك الاي بتساوي الكلام ده؟ ارجع عوض بيها يا اخي، حطها هنا. طيب انا كده عندي الفي بي، هشيل الاي دي واحط اللي بيساويها في بي اوفر ار بلس ار سمول ايكوال الناحيه الثانيه في بي اوفر 1 اوفر 3 ار بلس ار سمول. تمام؟ هنطير الفي بي مع الفي بي. تمام. هو خد بالك، هو قال لك ان هو
الكرنت بقى الضعف. يعني ايه بقى الضعف؟ يعني مثلا نسمي ده 1 وده 2، المفروض ان اي 2 ده بيساوي 2 اي 1. خلاص، يبقى المفروض تحط هنا ايه؟ 2. تاني اي 2 ايكوال 2 اي 1، صح كده؟ لان هو قال لك الكرنت الضعف بقى الدبل، وبالتالي عشان اشيل اي 2 ده لازم احط 2 اي 1، فهنشيله ونحط 2 اي 1. تمام، يبقى هنحط 2 في الكلام ده اهو. طيب هنطير ده مع ده، كروس مالتيبليكيشن. تمام، يلا يبقى انا كده عندي ايه؟ ركزوا معايا، كان عندي 2 تايمز الكلام ده يبقى 2 over 3 r plus 2 r small equal r plus r small. تمام، انا عايز اجيب ايه؟ r small، يبقى اودي دي كده واجيب ده كده، اجمع الار سمول مع بعض والار كابيتال مع بعض، يبقى كده 2r minus r تبقى r. طيب 2 over 3r minus r تطلع معاك بايه؟ تمام، احنا هنودي دي تمام، يبقى r minus 2 over 3 تطلع بتلت r. ركزوا معايا يا شباب، انا جبت دي كده وديت دي كده، يبقى r minus 2 over 3r. تمام، تطلع معاك الار سمول ايكوال 1 over 3r اللي هي a. طيب السؤال ده تمام نفس القصه بالظبط. انا بيبقى عندي بيقول لي عندك 4 ريزيستورز ومديك الارقام بتاعتهم، يبقى ممكن نكتبها. ممكن نحط R1 دي ب 6 وR2 ب 3 وR3 ب 6 وR4 ب 24. تمام، بيقول لك لما السويتش اتفتح يبقى هو كان مقفول، صح؟ او لا تمام، هو بيقول لك لما كان مفتوح كان الكرنت ب 1 امبير، ولما كان مقفول الكرنت كان 1.25. يبقى نعمل برضو نفس القصه، اسئله السويتشات بنحلها مرتين، لما كان مفتوح ولما كان كلوزد. تمام. طيب لما كان السويتش ده مفتوح يبقى اكني مش شايف ايه؟ اكني مش شايف الار دي، صح كده؟ طيب ماشي، هو اصلا عايز ايه؟ عايز الاي ام اف، صح؟ ماشي، يبقى نعمل برضو 2 ايكويشنز في 2 انون، نفس الفكره بالظبط. يعني انت ممكن تجرب تحلها، بس يعني انا هحلها معاك. اقول لك الفكره، لما ده كان مفتوح يبقى ده البرانش ده كانه مش موجود، يبقى الار 1 والار 3 بكام؟ 6 و6 يبقوا كام؟ 12 مع ال 24 دي هيبقوا ايه؟ بارل، هيطلع تقريبا ب 8. يبقى الار ايكويفالنت في الحاله دي ب 8. طب وساعتها كان الاي قايل لك بكام اللي ماشي في السيركت اهو؟ قال لك باصص ثرو الباتري، يعني 1 امبير ماشي خلال البطاريه. 1 امبير ماشي هنا، ده اللي هو الاي توتال يعني ب 1 امبير. تمام، واضحه؟ طيب يبقى هنا الاي توتال كان ب 1 امبير. الاي ده بيساوي ايه؟ نفس الرول، في باتري اوفر ار ايكوفالنت بلس ار سمول. طيب الفي باتري بكام؟ مش معايا. طيب الار ايكوفالنت حسبناها ايه؟ ب 8 اوم بلس الار سمول مش معايا. طب الاي ده في الحاله دي قلنا بكام؟ قلنا ب 1 امبير. طيب تعالى الناحيه الثانيه، لما اتقفل، لما قفلنا ده بصوا يا شباب بقى، لما قفلنا السويتش ممكن نجيب الار ايكوفالنت في الحاله دي ازاي؟ ممكن نفكر ازاي نجيب الار ايكوفالنت. انا عندي هنا ار3 وار2 دول كده مع بعض ايه؟ ممكن احلها بوينت ميثود على فكره، بس انا عايز اخليك برضو قوي في حته السيريز والبارل، تلقط الريزستنس السيريز والبارل. طيب الار 3 والار 2 دولت هتلاقي ان هم مثلا سمي البوينت دي سميها اكس او سميها 1 يا سيدي، عشان انت واخد ارقام سميها 1. تمام. طيب سمي البوينت دي 2، مش كده دي تبقى برضو 2 عشان ده سلك فاضي كده. ال 3 وال 6 ما بين 1 و 2، صح؟ يعني ليهم نفس البدايه وليهم نفس النهايه، يبقى هما كده ايه؟ بارل، صح؟ يبقى كده ال 3 وال 6 بارل. طب واللي هيطلع منهم 3 و 6 بارل هيطلع 2، صح؟ ال 2 دي بحطها فين بقى؟ يعني ركز معايا كده، ال 2 اللي هي بتبقى الار ايكوفالنت بتاعتهم بحطها مكان مين؟ بشيل الاثنين
واحطها مكان اي واحده فيهم، يعني ممكن تحطها هنا كده او تحطها كده. انا احطها كده مثلا، وادي دي ما جتش جنبها، قلنا هنا 2 وهنا 6 وهنا 24 صح؟ وادي البطاريه اهي. كان الاثنين والسته كام؟ 8 صح؟ 8 ولا 24 بارل يبقوا كام؟ احسبها على الكالكوليتر. 8 ولا 24 بارل؟ 8 تطلع ب 6، يبقى الار ايكويفالنت ب 6، والاي في الحاله دي في حاله الكلوزد قلنا بكام؟ 1.25. يبقى كده الاي ايكوال في باتري اللي انا معرفهاش اوفر الار ايكويفالنت ب 6 والار سمول معرفهاش، والاي كان بكام؟ 1.25. تو ايكويشنز نظبطهم برضو بنفس الطريقه، هنظبطهم بنفس الطريقه اللي هي كروس مالتيبليكيشن. 1 ده اوفر ايه؟ اوفر 1 صح؟ يبقى انا عندي الفي بي ايكوال 8 بلس ار صح كده؟ طب يبقى انا عندي الفي بي ايكوال 8 بلس ار. ممكن ايه؟ نودي دي كده، او ممكن تجيب دي كده مره واحده، يعني ممكن تقول في بي ماينس ار ايكوال 8 وتعمل هنا نفس القصه كروس مالتيبليكيشن. يبقى الفي بي ايكوال 1 وربع في 6 تقريبا 7 ونص بلس 1 وربع ار برضه ايه؟ ممكن تجيب دي كده، يبقى في بي ماينس 1.25 ار ايكوال 7 ونص. حطهم الاثنين على الكالكوليتر زي ما قلت لك ويطلع الارقام. ماشي، السؤال اللي بعده. السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الشكل اللي قدامك ده السيركت اللي قدامك دي الماجنتيود بتاع التيرمينال فولتج بتاع البطاريه. طب واحده واحده، ايه هما التيرمينال فولتج بتاع البطاريه اهم؟ اطراف البطاريه اهم. عايز تقول دول؟ طب ما هو دول هما دول يعني صح؟ عايز يعرف بقى اطراف البطاريه دي يعني اكنه حط، بيقول لك الماجنتيود بتاع التيرمينال فولتج بكام، يعني اكنه حط من الاخر فولتميتر هنا. اكنه جاب كده فولتميتر هنا وعايز يعرف الفولتميتر ده قاري كام فولت، او عايز يعرف الماجنتيود بتاع التيرمينال فولتج، يعني الاطراف دي عليها فولت قد ايه. طيب نتصرف ازاي في السؤال اللي زي ده؟ طبعا البطاريه دي بيبقى ليها ايه؟ internal resistance. هو ما قالكش بكام في السؤال، هو قايل لك تمام، هو قايل لك اهي بنص الار. ماشي، ممكن نعمل ايه في السؤال ده؟ ابص على الجيفنز، ابدا دايما بالجيفنز. هو مديني جيفن اهو، مش ده جيفن؟ استفاد بيه. الفولتميتر ده بيقرا ايه؟ بيقرا اي ار صح؟ الفي ايكوال اي، بس الار المتوصل عليها 2 ار. الكلام ده بيساوي كام؟ 20 فولت. ماشي، يبقى انا كده عندي 2 اي ار ايكوال 20 فولت. يبقى كده اي ار بتساوي كام؟ 10 فولت. تمام؟ تمام، طلعت بحاجه اهو. ماشي، ممكن اطلع بايه كمان؟ ممكن اقول اعمل ايكويشن كمان بقى. انا عايز ايه اصلا؟ انا عايز الفولتميتر ده يقرا كام؟ طب هو بيقرا ايه اصلا؟ في باتري ماينس اي ار صح كده؟ تمام، يبقى انا محتاج احسب البطاريه دي بكام والاي بكام والار سمول بكام، كلهم مش معايا. طيب ممكن نتصرف ازاي بقى؟ طب تعالى كده مثلا نكتب الرول دي. الاي ايكوال ايه؟ مش انا معايا اي ار، احاول اجيب اي ار من اي حته. يعني الاي بتساوي ايه؟ في بي اوفر الار ايكويفالنت بلس ار سمول. الار ايكويفالنت في الحاله دي بكام؟ ار وار دول ايه؟ بارل صح؟ يبقى نص ار، نص ار مع 2 ار سيريز يبقى 2 ونص ار بلس ار سمول. طيب احنا عايزين نوصل لايه؟ لاي ار عشان دي معايا، دايما بدور على الحاجه اللي معايا.
بعمل كروس مالتيبليكيشن يبقى 2.5 اي ار ده في ده زائد ده تايمز ده، يبقى زائد اي ار سمول ايكوال ايه؟ ايكوال الفي باتري. مش انت معاك الاي ار دي اهي بكام؟ ب 10، يبقى شيل ده وحط 10. 10 في 2.5 25 بلس اي ار ايكوال الفي باتري. طيب وبعدين انا عايز ايه؟ قرايه الفولتميتر اللي هي في باتري ماينس اي ار سمول. طب ما تحاول توصل لها، ودي دي كده، يبقى انا عندي ال 25 ايكوال ايه؟ الفي باتري ماينس اي ار. بص بقى معايا كده، الرايت هاند سايد في بي ماينس اي ار سمول، الرايت هاند سايد في بي ماينس اي ار سمول، ما دام اليمين بيساوي اليمين يبقى الشمال هيساوي الشمال، يبقى كده الفي دي تبقى بكام؟ 25 فولت اللي هي ايه. تمام كده يا شباب؟ كده ان شاء الله احنا كده خلصنا اسئله الجزء ده. لو حد عنده اي اسئله ان شاء الله ببقى موجود، اي حد من زمايلي او انا ان شاء الله بنبقى موجودين. سلام يا شباب.